بتاكل نشويات بس رز في الغداء، وبرده مش بننزل ومش بتاخدي سكر او اي مشروبات تانية. طب وبقيه الحاجات؟ يعني انا ممكن ما اكونش بكون باكل نشويات غير في الغداء، بس باكل كميه بروتين. ممكن مجمل السعرات في اليوم من بقيه الاكل يكون اكتر من احتياجي، ده وارد. رقم اتنين، ممكن تكوني بتاكلي حوادق او بتشربي حاجات فيها ملح كتير، او سوري بتاكلي حاجات فيها ملح كتير زي فسيخ او رنجة او تيفر، وده هيعمل لك احتباس في الميه، فالوزن اللي نزلتيه دهون طلع قصاده ميه، وبالتالي فرق الميزان مش باين. رقم ثلاثة، هو احنا عندنا مشكله في الحرق اصلا ولا لا؟ يعني احنا هل عملنا تحليل صوره دم متاكده ان ما عندناش انيميا؟ لان دي من اكتر المشاكل الشائعه اللي بتاثر على الحرق. مفيش اكسجين يعني مفيش حرق دهون، لازم نتاكد ما عندناش انيميا. رقم اتنين، هل انا عملت تحليل مقاومه انسولين وتاكدت ان ما عنديش مقاومه انسولين؟ ما يمكن ده سبب. رقم ثلاثة، هل انا عملت تحليل غده وتاكدت ان انا ما عنديش مشاكل او اضطرابات في الغده الدرقيه وتكون هي ده سبب عدم نزول الوزن؟ ده مهم جدا. رقم أربعة هو تحليل فيتامين د، ما ممكن نقص الكالسيوم وفيتامين دي هو اللي يكون مؤثر على الحرق. في حاجات كتيرة جدا بتقول ان انا ممكن منزلش في الوزن، وممكن اكون بنزل مقاس. يعني انا ممكن تكوني بتعملي كل الحاجات الجميله دي ونزلتي، بس انت لغايه دلوقتي مش واخده بالك من نزولك، لانه لسه نزول في المقاس والدهون. زي لو شفتي الفيديو بتاع، هعمل له منشن، اللي هو انا نزلت في المقاس ومش باين عليا، والسفنجه اللي انا حطيتها وشكل جسمي قبل السفنجه وبعد السفنجه، ولما وزننا السفنجه لقيناها في الاخر 100 جرام. فممكن يكون ميزانك مش قاري 100 جرام، ولكنك نزلتي 100 جرام دهون، يعني حاجه محترمه وكويسه. فممكن يكون بس انا محتاجه اني استمر. فلازم تاريخك انت تراجعي نفسك وتشوفي انت في انهي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها، واستمري.